فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفائهم فتطوعت مسكا يفوح بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. فسبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. والإيمان والإسلام، وإلى ساحة القرآن الكريم، ويتجدد اللقاء مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود محمد صابر، سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض.
ربنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا حبيبي الله يا أستاذ الله واعف عنا واغفر
يا استاذ الله يا اخو عليك يا ابو عمرو ما شاء الله. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ايوه سيبني يا استاذ محمود. المكان دي قوي يا استاذ محمود يطلع عليك. واعف عنا يا رب استجب يا رب. واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. سيدنا يا استاذ حدود صلي على النبي. الله اكبر. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من آخر سورة البقرة، وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للأم الراحلة. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الكبير قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، القارئ الذي وضع الله عز وجل له القبول في الأرض، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ المقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. نقلناها على مسامع حضراتكم عبر أسير الهندسة الصوتية والمعرض الفني الإضاءة الحديثة، وهنا قصور الضيافة المتنقلة تحت إدارة الحاج صبري عبد الرازق المقيم بصنباط، وعبر شاشات الإنترنت العالمية إدارة الحاج أيمن شرارة صور هذه الليلة القرآنية المباركة. أسرة الفقيدة الراحلة حرم المرحوم الحاج محمود الليسي، تقدم الأستاذ إبراهيم محمود الليسي، أستاذ أحمد محمود الليسي، مش مهندس السيد محمود الليسي، حاج الليسي محمود الليسي، حاج حمد الليسي، حاج مصطفى عبد الرحمن الليسي، الحاج محمد عبد الرحمن الليسي، العمدة محمود الخشن عمدة صنباط. جميع عائلات الليسي والخشن يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية، إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. إخوة الإيمان والإسلام، إلى الملتقى إلى ما بعد صلاة العشاء. السلام عليكم ورحمة الله.